ازيك يا خالتي؟ الله يسلمك يا محمد، تعالى اتفضل اقعد اقنع بنت خالتك بالعريس عقبال ما اجيب لك حاجه تشربها. عريس ايه؟ بتقدم لي عريس وهي مش موافقه عليه. مش موافقه ليه؟ الهبله جاي لها عريس مبسوط واهله معاهم عز يا رب لو هربت من اسم الله تتكسر ايدك، يجيك الشلل. اكتب اسم الله في كومنت. الدنيا سايباه وماسكالي في واحد جاي يقول لي احنا هنسكن. المبسوط ده كان بيكلم صاحبتي وبيخرجها كل يوم في مكان شكل، ولما شافني احسن منها جيت قدم لي. انما التاني من الشغل للبيت ومن البيت للجامع وعارف ربنا. انت عارفه اللي مش عاجبك ده قال هجيب لكم نص الاجهزه لو هياخدني بشنطه هدومي مش موافقه. يسروا ولا تعسروا، اختار الاخلاق قبل المال. بنتك لما تصحى الصبح على حنيه وطبطبه واحتواء من واحد على قده بحاول وعفروا مع بعض عشان ينجحوا، احسن ما تصحى على اهانه من مليونير. يمكن عند ربنا اللي هيجيب شبكه قليله اكتر تقوى وبركه من غيره. مش هيخلي بنتك نفسها في حاجه حتى لو اخر جنيه في جيبه. اهم حاجه يشوفها مبسوط، وممكن يكون غني ومحترم، وممكن يكون على قده خسيس. ده علمنا اننا نبص على الاخلاق والمنبع قبل اي حاجه، والفلوس نفكر فيها في الاخر. سهلوها على الناس واكرمي بنتك باللي تستحق.